اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي ان شاء الله هنعمل ايه يا ترى على الغدا النهارده؟ معانا ما شاء الله اللهم بارك لحمه، ومعانا طبعا قلقاس اهوت. هنعمل قلقاس بلحمه. معانا طبعا طماطم في الخلاطه اهي، ومعانا بصلايه كبيره وتوم وقرن شطه حامي. دول كده هنعمل التخديعه بتاعت القلقاس اهو. ومعانا طبعا لبن، كيلو ونص لبن. هنعمل رز معمر في الفرن. هنبدأ ان شاء الله الاول باللحمة، هنشوح اللحمة مع بعض. طبعا معانا حلة على النار فيها بصل طماطم وجزر وفلفل الوان، وضفنا طبعا بهاراتنا ملح وفلفل اسمر وكمون 7 بهارات، ورق لورا وجوز الطيب. هنشوح ان شاء الله اللحمة. معانا طبعا لحمة يا جماعة قطعناها قطع متوسطة كده الحجم ده زي ما احنا شايفين كده، لان طبعا احنا هنسلقها، هنديها نص سلقة كده وهندخلها صينية قلقاس في الفرن ان شاء الله مع بعض. هنشوحها ان شاء الله. هتتشوح كده ان شاء الله مع بعض، وهنهدي عليها النار خالص لحد ما نعمل صينية القلقاس. معنا حلة على النار يا حبايبي، حطينا معلقة سمنة معلقة زيت سخنوا معانا. هننزل معانا بصلاية كبيرة عملناها في الكبة بتاعتنا. نضيف حبة كمون، بهارات وكزبرة، نبدأ تشويحة كده. اللحمة بتاعتنا يا حبايبي تتشوح اهي زي ما احنا شايفين كده لحد ما تنزل الدهون كلها اللي فيها، وبعد كده نبقى ان شاء الله نزودها مهدينا على النار خالص اهي. اللبن طبعا ولعنا عليه النار هيغلي معانا ان شاء الله عشان نعمل الرز المعمر. حبيبه كده طبعا اللحمه خلاص شوحت معانا، هنبدا نزودها. نغطيها طبعا وكده خلاص. البصله خلاص تبلت معانا اهي. هنبدا طبعا معجون الطماطم بتاعنا يا جماعه، ضفنا عليه طبعا قرن الشطه والثوم اللي كان معانا، ضربناهم في الخلاط كده. هنبدا ان شاء الله نصفيهم.
ان شاء الله يا حبايبي هتتسبك كده مع بعض لحد ما نقشر القلقاس ونقطعه. نقطع عليهم كده كده. التسبيكه بتاعتنا جاهزه حبايبي. كده قشرنا القلقاس اهو زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ نقطعه ان شاء الله. حبايبي هنقطعه كده حلقات دواير كده زي ما احنا شايفين اهو كده اهوت. وهنبدأ بعد كده هنعمله يا جماعة صوابع زي البطاطس كده. صوابع كده يا حبايبي زي صوابع البطاطس بالظبط. في ناس بتعمله مكعبات بس طبعا اللي هو في الحلة. لما احنا هنطيب في الحلة وبعد كده هندخله الفرن في طواجن مع اللحمة. لازم طبعا يكون تقطيع زي كده صوابع. هنقطع التقطيعة كلها زي ما احنا شايفين كده ونرجع لكم تاني. طبعا التقطيع يا حبايبي تكون معانا بالطريقة دي. وطبعا تخديعة اتسبكت معانا اهي كده. خلاص هنغسل القلقاس طبعا واللحمة معانا ما شاء الله بتغلي. هنهدي عليها النار خالص مع نفسها كده لحد الاكل ما ان شاء الله كله يطيب مع بعضه. تخديعة يا حبايبي اتسبكت. القلقاس غسلناه ونشفناه خالص اهو. صفينا ميته ما شاء الله الله اكبر عليه اهو. هننزل ان شاء الله على التقطيعة بتاعتنا النظام ده. اهم حاجة يا جماعة التخديعة بتاعتنا تكون متسبكة ما شاء الله عليها كده. معنا طبعا حتة دهنة اهيت بتاعت اللحمة هنقطعها كده. قطعناها بالشكل ده. هننزل على القلقاس بتاعنا. هيبدأ ان شاء الله يتسبك في بعضه كده وهنزوده شوربة مع بعض. الشوربة بتاعتنا يا حبايبي هنبدأ نزود القلقاس كده. مش مكترين طبعا شوربة لان احنا هندخله الفرن. هنعوز يدوب طبقين بس كده نشربهم كده وخلاص على الاكل. طبعا يا حبايبي هنعمل صينية رز في الفرن. هنشوي معانا حتتين بطاطا كده هنشويهم مع الرز ان شاء الله في الفرن مع بعض. طبعا الرز طبعا عبارة يا جماعة عملناها قبل كده مع بعض كده اهو. العقلة الاولى من الصباع رز يكون مداريها. ولعنا الفرن طبعا بتاعنا يسخن لحد ما نغسل الرز
ونجهز اللبن. حبايبي طبعا اللبن معانا بعد ما غليناه لقيناه هرب معانا، ضربناه في الخلاط بالملح. ومعانا الرز غسلناه صفينا ميته خالص اهو. هنضيف عليه اللبن. طبعا الفرن يا جماعة ولا معانا من 10 دقايق كده، مسخنينه اهو. اللبن لو رب معاكم يا جماعة محدش يرميه، اضربه في الخلاط كويس مع الملح. ما شاء الله الله اكبر عليه اهو. هندخله الفرن كده. حبايبي معانا زبدة جاموس، هنبدأ نسيحها طبعا عشان نضيفها على الرز المعمر بتاعنا لما يخرج من الفرن. هنحطها كده ان شاء الله جنب الرز في طبق تسيح شوية زيت. هنرجع لكم تاني. حبايبي كده الرز بتاعنا خلاص اهوت يعتبر دخل في السوا. هنبدأ نحطه في الطاجن هنا. معانا طبعا طاجن فخار. ايه رأيكم يا حبايبي في الطواجن دي؟ ان شاء الله كده جاهزة. هندخلها الفرن ان شاء الله مع بعض تشمح كده وتاخد وش معانا. وده يا حبايبي كان غدانا النهاردة. معانا الطواجن والقلقاس بلحمة، معانا صينية رز معمر، وطبعا ليمون مخلل وشوربة. ايه رأيكم في غدانا النهاردة؟ شايفين يا جماعة صينية الرز ده لاحظوا انتوا شايفينه معانا طبعا اللبن كان رايب. بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه. شايفين الطواجن معانا احلى طاجن قلقاس بلحمة. يا رب يكون غدانا عجبكم. هنتغدى كده ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اتغدينا يا حبايبي طبعا الحمد لله. طبعا بطاطا نشوناها مع بعض ما شاء الله اهي. زبدة خالص اهي طبت خالص معانا اهي. وطبعا هنحل بقى معانا جوافة، معانا مانجا، معانا مانجا يا جماعة. قطعناها طبعا بالنظام ده. ايه رأيكم؟ هنحل كده يا حبايبي. وكده يا حبايبي يكون الفيديو بتاعنا انتهى. ما تنسوناش يا حبايبي في اللايك والاشتراك. يتفرج على الفيديوهات بتاعتنا يا ريت يشترك في القناة يا جماعة. يا رب الفيديوهات بتاعتنا تكون عجبتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.